الإدارة لو مش عايزة الدوري تطلع كده وتقول لنا وتعرفنا إن إحنا ما بنلعبش على دوري. اللي حصل امبارح ده فضيحة بمعنى الكلمة، كارثة بمعنى الكلمة. تعادل نادي الزمالك أمام غزل المحلة ده بيدل على كارثة قادمة لنادي الزمالك. نادي الزمالك مستمر في نزيف النقاط والنادي الأهلي في الصدارة. نادي الزمالك عشان الكل يبقى فاهم باي في الجولة ال11، يعني نادي الزمالك من المركز الأول هيكون في المركز الخامس. ده كمان بقى خد عندك لو الزمالك ضيع نقط بعد كده ممكن نجيب الزمالك يعني من قاع الدوري، هندور عليه مش هنلاقيه. يحصل كده الإسماعيلي. إدارة نايمة في العسل. ليه؟ ما تعرفش. مفيش حد بيحاسب، لا جمعية عمومية بتحاسب مجلس إدارة ولا مجلس إدارة بيحاسب لاعبين ولا حتى المدرب. مين اللي بيحكم الزمالك؟ مش فاهمين. مين اللي ليك كلمة في نادي الزمالك؟ محدش عارف. إدارة بتطلع بيانات وخلاص، بتهدي الجمهور وخلاص. كل أسبوع نادي الزمالك مستمر في نزيف النقاط، كل أسبوع بيضيع فوز أسهل من الأسبوع اللي قبله. مباريات سهلة كلها ضاعت منك، كنت متصدر بفارق. النهاردة الأهلي متعادل معاك في النقط ولسه له ماتش، والمصري متعادل معاك في النقط. سيراميكا اللي اقل منك بنقطة فاضل لها ماتش. وادي دجلة هو كمان فاضل له ماتش ويكون متعادل معاك في النقط.